عجائب رزق الله سبحانه وتعالى. التعامل مع فكرة الأرزاق عايز أفق واسع. يعني فكرة أن الرزق يساوي فلوس، الفلوس هي الصفحة الأخيرة من كتاب الرزق. يعني لو بنألف كتاب رزق الله سبحانه وتعالى، آخر صفحة في الكتاب هي صفحة اسمها إيه؟ اسمها الفلوس. لكن الرزق أوسع من كده بكتير. والرزق كل ما وسعت رؤيتك للرزق كل ما استريحت، وكل ما انبسطت، وكل ما بالك راق، وكل ما نظرتك للفلوس مهمة وضرورية بس هادية. صباح الخير والسعادة والهنا والفرح والورد الأخضر والورد البلدي على كل حبايبي وصحابي. وهو فعلا حبايبي الرزق مش رزق فلوس، لا، الرزق رزق. واحدة تدخلي تقولي كلمة طيبة تسعدني وتسعد بيتي وتسعد حياتي، هي فعلا ده هو ده الرزق. وهو ده اللي أنا بشكركم عليه. ربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمة، إخواتي وصحابي وكل حبايبي اللي بيتابعوني وبيشاهدوني، أو حد يخش يقول لي كومنت حلو. ربنا يسعد قلبه ويسعد يومه ويسعد حياته يا رب. هنصلي على النبي ونذكر الله. والنهارده عندنا روتين حلو جدا يا حبايبي. النهارده غيرنا عن المطبخ، والنهارده عملكم روتين كده على دخلة الشتاء. تعالوا يلا بينا نذكر الله ونوحد الله، ويلا بينا النهارده اوريكم الروتين بتاعي. هو روتين جامد، بس ايه، هحللكم بقكم اخر الفيديو. تابعوني بس. صلاتكم على النبي. النهارده انا مسكت الغسيل بتاعي، حبيت انا اوريكم بس ايه دورة الغسيل ده على السريع. غسلته وابتدينا في غسيل البطاطين. كل سنة وانتم طيبين. غسيل البطاطين الخفيفة. تعال يلا بينا نبتدوا أنا وانتوا وكل اللي بيستمعنا نغسل بقى. هي البطاطين مغسولة ونظيفة، بس أنا حبيت إيه، يعني انتوا عارفين الريحة ولا أي حاجة، فندوها دورة غسيل. صلاتكم على النبي حبايبي. فبعد كده وكلت الطير بتاعي برضو وغديته. حبيت أوريكم اليوم معايا من أوله لآخره. اليوم بتاعي النهارده كان كله نشاط وحلوية، وغيرت نظام الصلاة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. عملت لها روتين جامد، سيقتها ونظفتها. هو الفرش بتاع الصلاة بتاعي بسيط عشان انا شايلة نص الانتري منه، عشان انا عايزة الصلاة واسعة. ليه؟ عشان عيالي ياخدوا حريتهم، حد يجيهم مثلا من اصحابهم ولا حاجة يبقوا واخدين حريتهم. ما بنحبوش المكان ايه الضيق اللي بيبقى كله كراسي وكعبلة. فانا فاصلة نص الانتري وحاطة نصه. صلاتكم على النبي حبايبي، صلوا على النبي ونوحد الله. فانا طول النهار النهارده بقول لعيالي تعالوا بقى ايه اشتغلوا معايا عشان احللكم بقكم اخر الفيديو. تعالوا عشان اعملكم حاجه حلوه. والنهارده هعملكم بقى حاجه عسل عسل عسل، هتخش على قلبكم بالهنا والسعاده والفرح على طول. يعني لو انت النهارده يومك مشغول زيي، النهارده هتعملي حاجه حلوه بابسط حاجه لعيالك وهيدعوا لك عليها. هنعمل الحلا الحلو. هو اسمه كده حلا. آه كراميل. نكرمل السكر، نص كوباية سكر. وكرملت كوباية السكر زي ما كده. ما تخافوش، يعني امشوا على الخطوات زي ما انا ماشية بالظبط، وما تخافوش من اي حاجة تعاقبكم باذن الله. بامرك يا رب هتطلع احلى حاجة. يعني لو نشف معاكم زي كده برضو ما تخافوش، هو بيكرمل وبيبقى زي كده. صح كده. وخليته ايه مغمجش، خليته مصفر. وبعد كده كان معايا كيلو لبن، انا كنت غلياه قبليه، يعني قبل ما احطه على ده على الكراميل كنت غاليه اللبن ومخليها جنبي. بعد كده رحت ضايفاهم على بعض، كيلو اللبن على كوبايه الكراميل اللي انا كرملتها. هوريكم دلوقتي الكراميل لو بيجي معاكم كده برضو ما تقلقوش ولا تخافوا. لو اتكتل منكم زي ما انتوا شايفين كده ما تخافوش، حركوا فيه برضو. هو هتدوب الكراميل ده، هيدوب وهيسيح وما يتخافش منه. بعد كده هنجيبه كوباية نص كوباية مية، هنحط عليها 3 معالق من الكاستر. صلاتكم على النبي حبايبي. وكيس فانيليا في نص كوباية المية دي، ونحركوهم حلو ونضيفوهم بعد كده على اللبن وعلى الحاجة اللي انا عاملاها الكراميل باللبن. ماشي يا حبايبي. ونحركهم زي ما بتشوفوا. لازم يمسك معاكم وتدوه يعني غلوتين كده على النار يبقى كله مع بعضه. وبعد كده شايفين القوام بيجي ازاي زي ما انتوا شايفينه. حاجة بسيطة وجميلة جدا والله العظيم هتدعولي عليها. وبعد كده بنحركوه، بعد كده نكبوه في الكوبايات. طبعا هو المفروض يتحط له ايه على الكوبايات اهو زي ما انتوا شايفين وضعه كده.
طبعا هو في ناس بتحط له قرفة. انا بصراحة ربنا مش من محبين القرفة خالص، فحطيت لها كاكاو يا حبايبي. وبعد كده نخليه يبرد، وعايزين تحطوه في التلاجة يحطوه جو. العيال اللي جو بقى عسل كلوا منه العيال الصغيرين، اما الكبار كانوا معايا بيروقوا. وصراحة ربنا النهارده يوم كان كله تعب بصراحة. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويفرحكم بكل حبايبكم. ما تنسونوش وتنسوا اختكم في اللايك والاشتراك، ونفعل سر الجرس عشان القناة تعلى معانا ومع بعضينا. ربنا يا رب يسعدكم حبايبي واخواتي، وكل واحد ولا واحدة دخلوا لي وقالوا لي كومنت ربنا يسعدكم زي ما ساعدتوني وفرحتوني وحسيتكم. والله 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 أنا حسيتكم زي صحابي اخواتي، حتى لما بنزل فيديو. ولحد كده اخواتي وحبايبي وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك. ربنا يسعدكم ويسعد ايامكم. ولازم الوصفة دي تجربوها بإذن الله وتدوني رأيكم ايه فيها. ومع ألف سلامة.